منتخب مغربي يملك مجموعة متجانسة بالنظر لما شاهدنا تطور هذا المنتخب، بالنظر لما نشاهد مردود المنتخب ومردود باقي المنتخبات. جيراننا في المغرب ما مانيفيك، خمم يقول لهم تديوها بوركوا با سي كوم سا لو ديسكور اللي يكون تاع المدرب، فهمني كيفاش؟ وتاع لا فيدراسيون لازم تشرفوا، ما نعرفوا دزنا هذه الطريقه هذيا. هما يفون رودوبلي ديفور يلعبوا في كاع البلدان وتدخل لا موتيفاسيون، يدخلوا بارامتر اللي يخليوا الفريق هذاك يدير ولكن كي يقول تحضر سا فيدير كو توجد فريق يكون قوي، باسكو كوب دي موند سي نوتر ايتاب اللي تطلع راح تلعب مع دي ناسيون بوكو بلوز امبورطونت اوسي، فهمني؟ الدرس المنتخب المغربي درس جيدا، الطاقم الفني واللاعبين درسوا جيدا طريقة لعب، بذلوا مجهودات كبيرة باش يغلقوا المنافذ، يعني يعرف يمشي الكرة ويعرف يعني يخلق هذوك الثغرات باش يروح. المنتخب المغربي ما خرجش باش يخلي له الفراغات باش يباغتوا فيه، وكان أول يعني فريق اللي بادر وضيع في مرتين على ما اظن او ثلاثه، مقابل كذلك تضييع بعد يعني زياده من ثقه من الحارس، شفنا قريب ولو كانت وضعيه تسلل. لكن المغرب لما تمشي في الهجوم المعاكس دائما تكون خطيره. الشراسه القويه للاعبين المغرب، كلما لاعب يتلقى الكره ولو ما يديهاش اللاعب المغربي يدير عليه شارج، يدير عليه مخالفه، يوجع. شوف كل لاعبين المهاجمين وسط الميدان والمدافعين كلهم كانوا يعطوا احساس اللاعبين انها راح تكون صعيبه عليه، كل الكرات يلعبوهم 200%. هذا الشيء اللي خلاهم يمشيوا، هذا الشيء ما جاش هكذاك حكيم، لان لو كان نشوفوا كل المسار تاع المنتخب، وهذا ليس سهل في مباريات واي مباراه. انا نظن ان هذاك الثبات الدفاعي اللي كان عنده، ونقدر نقول له قوته في التعامل في الهجمات المرتده وفي الهجمات السريعه، خلاته بهذا النمط تاع اللاعب يعرف كيف يتعامل مع منتخبات جيد في البلوك. يعني هل نعم مسير جيد، تغييراته دائما تكون مليحه، اختياراته للبدء دائما تكون مليحه، دائما يعرف شكون اللاعبين اللي يبداو، لاعبين اللي يكملوا، تغييرات في الوقت يعيش المباراه. شفناه دائما ما يعمل الفريق الخصم تغيير يعمل هو كذلك تغيير، شفناه كيفاش عايش المباراه، جاي يعمل تغيير في بالاريتي على ما اظن، ومن بعد قال الحاكم توقف ما زال شويه، يخير دائما يلعب على هذوك الجزئيات اللي يخلوه دائما عايش في المباراه. هذه هي. انا نظل اليوم قدموا مستوى جماعيا وفرديا كبير. قبل اللقاء قلنا ان المواجهه تكون يعني صعبه خاصه على الفريق المغربي، اللي قلنا لازم يقدر يحدث المفاجاه، ولكن بشرط قلنا البارح الا يستقبل اهداف، لان في هذه الحاله حكيم لما تلعب على منافس اقوى منك نوعا ما، كلما الوقت يمر انت تربح ثقه وهو يخسر من ثقه تاعو. وشفنا كيف يعني المنتخب المغربي قعد صامد وما حبش يخرج. شفت نعطيك مثل، انت قناص سنايبر، لو يخرج يكشف نفسه خلاص عليه مات، ولو هو في كل ضربه يصيب. لما يكون يعني شوف الدرس المنتخب المغربي درس جيدا، لأنه حضر اللاعبين جيدا من الناحية الفنية خاصة، من الناحية التكتيكية كذلك أثناء المقابلة، لأنه قرأ مليح المقابلة واللي عرف كيف يتعامل، وخرج من 4-3-3 رجع إلى 5 تقريبا 4-1 كبيفو اللي كان يلعب عليه باش يضيع الوقت أكثر. دائما ما يروح في اللاكس تاع رجع شوية للوراء باش يكونوا 3 مدافعين. نظن الأمور سارت بدرجة كبيرة لصالح المدرب، صالح اللاعبين. المنتخب الوطني المغربي من بين النقاط اللي تحسب له اللمسه تاعو في هذا المنتخب، في هذا البدايه تاعو في المونديال. روح المجموعه كذلك، روح المجموعه اللي
عاود حياها. شفنا نجم انا يفيدني كمنتخب تونسي. ستانديك نتاع المنتخب لازم يكون اعلى من النوادي، يلزموا اعلى من الناس الكل، ما فما حتى جمعيه يا مرة تطوير اللاعبين يصير في النوادي مش في نحكي المنتخب، لك يجوا حاضرين للمنتخب. هذا كل بعد عاد يلزموا هذه استراتيجي كامله نحكيو عليها نتاع دوله واستراتيجي وامكانيات وفلوس وبنوادي، هذا باش تحلي في موضوع. اما انا بالنسبه لي أنا اليوم على الاقل الناخب الوطني ولا المنتخب الوطني ولا الناس اللي تشرف على المنتخب، انا بالنسبه لي انا لازم يكون احسن ما موجود في البلاد هما الناس اللي موجودين في ليكيب ناسيونال. كيما احسن اللاعبين بالمنطقه توا، كيما احسن اللاعبين هما اللي يكونوا موجودين في المنتخبات، وبالتالي احسن المدربين واحسن كل شيء يلزم يتوفر في المنتخبات. بيان سور. هاي سي بون سي بون. مدرب باهي شكونه؟ شكون المدرب اللي يعمل نتائج باهيه؟ لاعبين باهيين حتى متوسطين يردهم لي باهيين. معناها تحب تقول المدرب اللي يجي ويلقى لاعبين متوسطين ويبرز بهم. ينجم ما يبرزش يا خويا، ما حاجتيش بيه باش يهز كوب دي موند، وما ما يعطينيش تصويره اللي شفتها انا في زوج ماتشات اللي تجاوبني على قد سؤالي. انا نجاوب فيك. هكذاك المدرب الكبير نعتبره كبير. دونك تركيا 2002 دومي فينال مثلا دونك المغرب دونك الرقراقي زعيت دونك اوتورياغل هز الجريس روجي لومير اللي هزنا كوب دافريك في 2004 صحيح. معناها مدرب تاع ريبوبليك تشيك اللي عمل فينال مع المانيا مع بيروف مرهون في هدف ذهبي. اي اكزاكتومون. واني خلصت سي بون. على البارح خاطر فيرونار مدرب كبير افريقيا فقط. انت قلت انت قلت شنو خالص شنو فسر للناس. هذاك المدرب الكبير ما سمعش البارح، هذاك ما سمعش البارح. حاضر معايا البارح. لا ما سمعتكش لا ما سمعتكش كان سمعتك تنجاوب. لا هذاك فسر لنا سيدي. فسر لنا مثال. هو قال ايرفيرونار معناتها مش مدرب كبير. لا هو ديجا ديكلاراسيون بعث له ديجا اول ما صار تبعث له. عاودها البارح. قلت لي كان غلطه. هو الدكتور قدامي عاودها البارح. لا غلط يا قايد عاودها البارح. غلطه اونتوريكا. انت كنت تحكي مدرب كبير وناس لاعبين متوسطين يعمل بهم بيرفورمانس. ايش بيه؟ هذاك سي لوكا. ايش بيه؟ وشكون قال لك الفيرونار مش مدرب؟ انا نعرفه شفت الراجل ديجا وتلاقيت معاه. انت مشيت له ويرين؟ اي مشيت له 2014 15 كنت بجيبه للسي اس اس ليل وقتها. الترشيحات للأسف هي فيها 4 منتخبات صحيح، لكن في مواجهة قوية ومباشرة بين المغرب وفرنسا، وهي المواجهة التي ستترك أو سنستغنى فيها للأسف عن أحد المنتخبات المرشحة، واللي أنا كنت نتمنى أن واحد من الثلاثة المنتخبات اللي بنسميها لكم تو هي اللي حتكون زوز منها في النهاية، المغرب، الأرجنتين، فرنسا، رغم قوة إسبانيا في الشكل الفني وفي قدومها من الخلف. المغرب تقابل فرنسا في الدور القادم، إسبانيا بلجيكا، النرويج إنجلترا، وفي المباراة الأخيرة يلتقي ميسي مع سويسرا، أو عفوا الأرجنتين مع سويسرا. أبدأ في محور مهم وآخر يتعلق بالدور القادم، عنوان يتصدر الكثير من الصحف، وهو الاستنزاف البدني، لإضافة أولا دور آخر بعد دور المجموعات وهو دور 32، ومباريات عديدة انتهت بالأدوار أو بالأشواط الإضافية. من يستطيع النجاة حتى النهاية؟ هذا في علم الغيب معناها، ولو أنه نتحدثوا على تطور الأساليب العلمية، تطور الاستشفاء اللي يقع حتى بعد المقابلات، وعلى الحمامات الطبيعية بالثلج.